يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. تعرفوا ان الوباء اللي احنا فيه ده مش اعظم ابتلاء وبلاء مر على البشرية. الطاعون نزل في الشام في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، والطاعون ده وقتها قتل عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وبلال بن رباح وابو مالك الاشعري وغيرهم كتير قوي من كبار الصحابة، لدرجة ان القبيلة دي ماتت كلها دفعة واحدة. خالد بن الوليد سيف الله المسلول كان عنده 40 ولد وماتوا كلهم بسبب الفيروس والطاعون ده. انت متخيل يعني ايه 40 ولد يموتوا كلهم؟ الحارث بن هشام وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جه الشام ومعاه 70 من أهله، خرج منها ومعاه 4 بس، والباقي اتقتل بسبب الطاعون. حتى انتهى الطاعون والفيروس ده على ايد عمرو بن العاص وهو صاحب الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى. انتهاء الفيروس ده جه بسبب فضل الحجر الصحي. الحجر الصحي اللي وصى بيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوباء اللي احنا فيه ده هينتهي قريب جدا بإذن الله. اللي أشد منه عدى ومر وانتهى. الوباء ده هينتهي قريب جدا، بس انت اطمن، هترجع تاني الحياة على طبيعتها. من رحمة ربنا بينا في كل الابتلاءات انها ما بتدومش. ربنا اسمه الضار النافع، بيضرك ضرر بسيط بس علشان يحميك وينفعك. الخافض الرافع، ممكن ينزلك لتحت بس علشان يرفعك لأعلى. المانع المعطي، بيمنع ويبتلي بس علشان يديك ويبهرك بالزيادة والأحسن. ربنا سمه نفس الحكيم، بيمنع الحكمة عنده، مع الوقت بتعرفها، وبرضه بيبتلي بحكمة وبيحرم عشان يوسع بالقوي. سيدنا يعقوب اتحرم من ابنه يوسف وتاه منه، ولو ما كانش ده حصل ما كانش سيدنا يوسف بقى وزير اقتصاد مصر، ولا قصته بقت من أحسن قصص القرآن اللي تريح القلب وتهدي الأعصاب وتعرفك إن لازم بعد الحزن فرحة. ربنا أرحم وأحن بيك من والدتك. ما تخافش وما تتهزش، خد بالأسباب وسيب نفسك وقلبك لربنا يتحكم فيك، يختار لك ويمشيك زي ما هو حابب. اليقين ده أهم حاجة، وزي ما بيقولوا الضربة ما بتموتش بتقوي. لما يحصل لك حاجة اعرف إنها خير، خير إن ربنا اسمه رب الخير، ورب الخير ما يجيبش لكل خير. ربنا هينجينا زي ما بينجينا كل مرة، حتى لو احنا منستحقش ده. المحنة هتعدي على خير وآخرها هتبقى فرحة بإذن الله. ربنا بس بيعرفنا قيمة الأشياء الحلوة اللي كانت في حياتنا واحنا كنا شايفينها حاجة عادية. متنساش ان سيدنا عمر قال: لو عرضت الأقدار على الإنسان لاختار القدر الذي اختاره الله له. ربك كريم، ربك كريم وهيحلها قريب قوي. وتفائل وهنرجع نتقابل تاني بعد المحنة تعدي على خير، ونقول الحمد لله إنها عدت على خير.